اللغة الرقيقة بتقول أنا مش عاوز أشوفه، وأشوفه إزاي وأنا ما كنتش قادر أنسى الضرب والتعذيب والإهانة اللي كان بيوجهها الماما. هذه الطفلة تحديدا بتقول بيقابلني في النادي الاجتماعي وبقعد معاه ساعتين وثلاثة بيعدوا كأنهم سنين، مش عارفة أنا هو ده بابايا ولا حد تاني. من ناحية تانية الأم الكريمة بتقول انفصلنا لأن بصراحة الزواج كان باء بالفشل بالفعل، لأن اختلاف ثقافي، اختلاف فكري، اختلاف اجتماعي. هو ما شاء الله مليونير ولكن لا ينفق على بنته، بيحاول يحولها من المدرسة اللي هي فيها مدرسة تانية علشان ايه تكون قريبة منه. بتقول بنت تعبانة والدكتور بيقول ان هي لازم يعني تمشي على وجبات معينة. هل انا ما عنديش مانع ان هي تروح تقعد معاه في البيت، مش شوفها بس في النادي او في الحزب الوطني اللي كان بيحصل قبل كده، ولكن انا عندي استعداد تروح معاه. لكن البنت رافضه، وعمري ما حاولت، الام اللي بتقول عمري ما حاولت اثر على البنت. ولكن هل هو هيقدر كأب يجهز لها الوجبات بتاعتها؟ هل هيقدر يمشي على تعليمات الطبيب؟ دي حكايه النهارده. في الحل ايه؟ لازم نشوف لها حل مع ضيوفنا الكرام سعاده المستشار. القصه ديت هننطلق منها في برنامجنا. الحل ايه؟ حل زي كده انا زي ما قلت لحضرتك مش عاوزين نتجنى على حد. كثير من الناس بيقولوا ان الراجل هو الغلطان، لا حواء هي الغلطانه. ايه الجديد في موضوع الرؤيه او الاستضافه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا طبعا احنا يعني بنتوجه بالشكر للدكتور عصام شرف على اللفتة الإنسانية اللي عملها مع الآباء، وإنه تقبلهم بصدر رحب برغم من مسؤولياته يعني، وإن هو اداهم ميعاد وخد منهم ورق، ودي خطوة بناءة. ولكن المشكلة إن احنا لما بنرجع الورق ده لمجمع البحوث الإسلامية ووزارة العدل نرجع لخط الصفر من تاني. ليه يعني بنرجع لإيه تاني؟ ليه حضرتك بتأكد على نقطة مهمة جدا؟ لأن لسه كنت على اتصال بكابتن طيار جلال بركات على التليفون قبل ما أجي، فقال لي في مشكلة في الأزهر تحديدا يمكن هنتواصل مع بعض. لا احنا مش ليه بقى؟ لأن احنا عندنا في قاعدة بتقول إيه؟ أنت أبديت رأيك في موضوع فاستنفذت ولايتك فيه. يعني بمعنى أدق، أنا حكمت في أول درجة في قضية ما، وجيت اترقيت وبقيت في الاستئناف، وجيت بان نفس القضيه اللي حكيت عليها في اول درجه انا اللي بنظرها في الاستئناف. تمام. لا يجوز قانونا ان انا انظرها تاني، خلاص انا ابديت الراي. مجمع البحوث الاسلاميه مع الاسف عرضت عليه كل هذه القوانين وعدت، فما قيمه ان انا اعرض على نفس المجمع هذه نفس القوانين؟ اولا انا بضعه في حرج، لانه هو لو قال ماشي صح مش بس هو جهه شرعيه منوطه بهذا الامر. لا معلش بقى يعني الموضوع مش موضوع قانوني، نغيره بقى نغيره. ما كل الدنيا اتغيرت، وحسني مبارك اتحبس والدنيا طارت وكله في السجن مزرعه. يعني ساعات المستشار عبد الله بقى انت عندك اعتراض تحديدا على مجمع البحوث حد ذاته ولا في ارائه؟ فهمت. انا اقصد اقول ان دلوقتي مجمع البحوث الاسلاميه ادى رايه فعلا هذه القوانين، وهي ما هي طلعت، ما هي مش اتعرضت عليه، ما هي طلعت ازاي؟ السؤال بقى هذا مجمع البحوث الاسلاميه لو وافق، لو رجع عن رايه هيقول لك الله هي الشريعه اتغيرت، ولو تمسك برايه ما هو برضه في حرج. فاصبح لابد اولا بطلب من الدكتور عصام شرف ان نرفع الحرج عنهم ونشوف جهه اخرى. مثلا انا اقترحت لجنه مكونه من الشيخ محمد حسان والشيخ عمرو خالد وصفوت حجاز والشيخ يعقوب. ايه المشكله؟ احنا دلوقتي في ثوره والشعب هو. طب ليه ما قلتش الازهر؟ فين الازهر من هؤلاء؟ الازهر يكون معهم وليس ضدهم، ولكن في نفس الوقت لابد ان انا يعني حضرتك احنا دلوقتي انا قلت انا حكمت في اول درجه في قضيه وانا اترقيت رئيس استئناف اهو، جايب نفس القضيه قدامي معروضه في الاستئناف، بقول يا دايره يا جديده تعالي انظري عشان انا ابديت رايي. تمام. فاذا معنى ان انا ارجع القضيه تانية المجمع البحوث الاسلاميه انا برجعها للصفر. وبعدين انا عايز اقول يا اخوانا خير الجهاد كلمة حق عن سلطان جائر. تمام. صح مش جميل قوي الكلام ده. نقول الحق. جميل. هنقول الحق ان شاء الله. نظام ترزية الفتاوي والتيك اواي والدليفري ده دي مشكلة. طبعا احنا معانا يمكن اخبار كتيرة جدا مشاهدينا الكرام، منها على سبيل المثال هذه الاخبار، ولكن قبل الاخبار عاوز اقول سؤال الحلقة، وهو هل حضرتك اللي متابعنا دلوقتي كأم او اب سواء كانوا منفصلين او غير منفصلين توافق على الرؤية ان يتم رؤية البنت او الابن في النادي الاجتماعي او في حزب وطني او غيره او اي مكان ساعة ساعتين ثلاثة، ولا مع قانون الاستضافة ان انت تستضيف ابنك او بنتك سواء انت عندك حالة او صاحب حالة او لا؟ في خبر
في الصحف بيقول اباء الرؤيه يحاصرون منزل عصام شرف بالشموع للمطالبه بتعديل قانون الاحوال الشخصيه، وهم عاملين جروب بالفعل على الفيسبوك بيطالبوا فيه بتغيير القوانين الامم المتحده المطبقه في مصر لانها دوله اسلاميه، وتم تطبيق بها قوانين الاحوال الشخصيه بواسطه سوزان مبارك التي لا تليق بمصر كدوله اسلاميه، وكان ذلك بسبب مؤتمر السكان الذي انعقد بمصر. وطلب سامح مخلوف، ده في خبر اخر تحت اباء يحتفلون بعيدهم اللي هو عيد الاب في وقفه احتجاجيه ضد قانون الرؤيه. طلب سامح مخلوف، باشمهندس سامح اللي هو معانا على الهواء الان، رئيس ائتلاف حمايه الاسره عصام شرف رئيس الوزراء، طلبوا بايه؟ باصدار قانون فوري للاحوال الشخصيه ومراجعه اتفاقيه مناهضه جميع اشكال التمييز ضد المراه السيداو، وطبعا اتفاقيه السيداو هنتكلم عنها في الحلقه، واعتبرها السبب الاول لتدمير الاسره المصريه. ومعنا زي ما انتم حضراتكم المهندس سامح مخلوف، الكلام ده على لسان حضرتك؟ ايوه. المطلوب ايه تحديدا؟ فسر لنا الكلام ده. بص اقول لسعادتك حاجه، هي القضيه ما هيش قضيه رؤيه نهائي. الموضوع اكبر من كده بكتير. موضوع ان فيه هم وضعوا فتنه اجتماعيه داخل البيت المصري، حولوا القضيه الى صراع بين طرفين. هو مش صراع بين طرفين، هو تكامل. لان المراه في الاول والاخر هي الام والبنت والاخت يعني. تمام. فما هو صراع، لا هم هناك جمعيات. النوب النسائي الموجود في مصر هو لوبي خطير جدا، معاداته اشد من معاداه الساميه دلوقتي. هتزعل الناس مننا يا باشمهندس سامح. انا بتكلم وانا كلام على مسؤوليتي. ممكن ما نخرجش من بره الهواء. لا بص، هناك جمعيات، مش عايز اقول كل الجمعيات النسائيه عشان ما اكونش ظالم، هناك جمعيات عديده. هذه الجمعيات تمول من الخارج، وهب ان حضرتك جمعيه تمول من الخارج هتعمل ايه؟ اللي هي عاوزاه ولا اللي مول له؟ هو مول جهه معينه، مولت جمعيه اكس، يبقى هتنفذ اللي هي عاوزاه. الجهات اللي بتمول هذه الجمعيات ايه؟ مؤسسه زي مؤسسه فورد، وهذه المؤسسه هي مؤسسه يهوديه، وفي تقرير معايا صادر من هيئه الرقابه الاداريه. هي مؤسسه امريكيه ولكن ذو اصول يهوديه. تمام. بيقول ان هذه المؤسسه هي احدى المؤسسات اليهوديه التي تمول العديد من الجمعيات داخل مصر. طيب في مؤسسه ثانيه زي مؤتمر السيداو تحديدا، المشاهد الكريم عاوز يعرف ايه هي اتفاقيه السيداو اللي اتكلمنا عنها. هي دمرت المراه المصريه اكتر من نفعها. هي للاسف الشديد بتطالب فيها كما ان الرجل من حقه التعدد فمن حق المراه التعدد. بتطالب ان عمل المراه داخل البيت، خلي بالكم الكلام خطير جدا، كما ان للراجل حق التعدد طبعا في الزواج، فللمراه حق التعدد في الزواج. بالظبط كده. الكلام ده غريب عن المجتمع. هم عاوزين كده. النقطه الثانيه، عمل المراه داخل البيت يعتبر تمييزا ضدها. يعني انت حضرتك لو عندك بنت وقلت لها خشي ساعدي ماما في البيت تعمل اي اكل، المفروض تاخد اجر مقابل هذا العمل. يعني لو داخله تطبخ محشي تديها 20 جنيه، هتشوي كباب يبقى ب 50 جنيه بقى، لان التفزيت هتعلى شويه. 1 + 1 = 2 يعني. بالظبط كده. زي 1 + 2. يعتبر ده مش يعني، دي نقطه. النقطه الثانيه، ممنوع ان انت حضرتك تتعدى على هذا الطفل. يعني مثلا لو غلط ما تعاقبوش اذا كانت بنت، لا. فطبعا في منظومه مستورده من الخارج، مش بتاعتنا خالص. عمليه الميراث، ان يكون الميراث بالتساوي بين الرجل والمراه. ما شاء الله. مفيش حاجه اسمها لا شريعه، مفيش الكلام ده خالص. هو 10 جنيه يبقى انت 5 وانا 5. اوكي. باشمهندس سامح، انا هرجع من النقطه دي النقطه الاولانيه تاني. ده موجود صاحب الشرط طلب بالفعل ان الراجل كما له الحق ان يتزوج مثنى وثلاث ورباع، كذلك حواء تتزوج. الكلام موجود فعلا في مطالب بده؟ لا حضرتك اقول لحضرتك حاجه، هو ايا كان الاتفاقيات اللي وقعوا عليها، انا عايز اقول لك حاجه، اللي هو وما رميت واذ رميت ولكن الله رمى. ما حدش يقدر ينكر ان ثوره 25 يناير انقذتنا من انقاذ الهي، معجزه من عند ربنا سبحانه وتعالى. أكيد. انقذتنا مش من اتفاقيات مرعبه تم التوقيع عليها وكان يتم التمهيد لتطبيقها فعليا من خلال مجلس الشعب. جميل سعاده المستشار، ولكن لم تدخل حيز ولكن قبل الفاصل ولن تدخل حيز التنفيذ. سعاده المستشار، السؤال مشاهدينا الكرام الذي يطرح نفسه الان قبل ما نطلع لفاصل قصير، وهو هل بالفعل طالبت سيدات فضليات بأنه كما للرجل الحق في الزيجة أو الزواج مثنى وثلاثة ورباع، هل لها الحق وطالبوا كده أنها تتجوز أيضا مثنى وثلاثة ورباع؟ هل ده ينفع؟ والسؤال هنجاوب عليه بس بعد الفاصل مع ضيوفنا الكرام، خليكم معنا.